نتمنى تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم سطيله بالفلوس والدجاج كتجي رائعه. تبعوا معايا هاد المقادير. كناخدو الفرن ديالنا وكنديرو بوطان نشعلوه على نار مهيله. كنردو الطنجره ديالنا، كنزيدو 4 طريفات الزبده، تقريبا 2 معالق كبار الزبده، اي زبده كتستعملو. كنحكو عليها واحد شويه في البوزه، غير شويه اختياري اللي بغى يحطها، ممكن نستغناو عليها وبدون ما نزيدو لها حتى قطره الماء، لان البصله كتطلق الماء والبوطه هنا غادي يطيب لينا الدجاج بسرعه. ومن بعد ما كيطيب الدجاج كنهزو داك الدجاج كامل، كنهزوه وكنخليو البصله ديالنا تقلى. كنخليو البصله ديالنا حتى كتنشف مزيان من الماء، ونحيدو لهادوك العويدات ديال القرفه اللي فيها. ومن بعد كنزيدو نهزو البصله كامله ونديروها بشي صفاي، خاصها تكثر، ما بغيناش البصله تبقى طالقه لينا الماء، حتى قطره الماء ما خصها تبقى في البصله. باش دابا غنديروها في هاد الكاس قدامكم ونخليوها تقطر نديرها انا في الصباح، نخليها تقطر حتى للعشيه، حتى كنعصرها تقريبا، كنعصرها ما كتبقاش فيها نهائيا الماء. عاد كنقدر نعمر بها الفطيله ديالي. نتوما كما كتشوفوا تقطر مزيان، ما يبقاش فيها الماء نهائيا، ما يبقاش فيها الماء، باش كتجينا الفطيله ديالنا ناشفه واقفه، ماشي فطيله معميها من داخل طالعه. واخا درنا واحد الكميه كبيره د البصله، شحال ما درنا د البصله كتذوب. ما نخليوش البصله حتى تذوب مره، ما نلقاوهاش، خصها تكون طايبه ماشي كتغلغل وانما طايبه. دابا هاد البصله البيضاء وداكشي دغيا كتمشي كتذوب لينا. حيدو دوك العويدات القرفه، اولا كاين شي عظيمات ولا شي عويدات ديال شي عظومه ديال الدجاج نحيدوهم. هانتوما كتشوفوا البصله بعد ما قطرتها في الكسكاس ما كيبقاش فيها الماء. هانتوما كتشوفوا ما كتجيش الفطيله ديالنا ميها، كتبقى غير البصيله. شحال درنا شحال بقات البصله، شحال الكميه اللي درنا كثيره، كتذوب البصله ما كتبقاش فيهاش الماء نهائي. دابا هاد البصله حيدت هذوك العويدات القرفه، كنزيد لها معلقه ديال الزبده وكنوضعها في هاد الكوب، طنجره اي طنجره، معلقه الزبده، وغندير لها معلقه الزبده وغنخليها حتى تسخن مزيان. وديك الساعه غادا نزيد عليها 10 البيضات. 10 البيضات غادا نقسمهم، ما نخلطهمش، غير نقسمهم وغنديرهم في واحد الجبانيه حتى تسخن مزيان البصيله، وغادا نضيفهم على هاد البصله. حتى يبان لكم البصيله ديالي ها هي دارت فيها الزبيده، واحد العويد قطع نحيدو. هاد البيض اللي فقط كامل كندير فيه واحد القطيره حامض باش كتحيد لنا الزفوره، قطيره ماشي فقط قطره صافي. وكنخويه كنحس بهاد الجمعه، عاد كنخوي وحدين اخرين.
ما كنحرك ما والو. انا بغيت البيض يطيب باش يبان، ماشي الا حركته دابا ما غاديش يجي باين. غدا نغطيه في الجماعة عاد نحرك. كيبان لكم البيض هو بدا يتجمع. دابا غنحرك شويه بشويه الا خليته حتى يقدر يتحرق ليا، انا ما باغاش يتحرق. ملي كيطيب البيض كنضيفو عليه الدجاج باش يبان لك. من بعد كنخليوها تتبل ولا بقى فيها شي ماء ولا بقى فيها شي ماء ضروري كنشيلو باش متجيناش السلام ديالنا ولا قطرة ديال الملح. ديالي بعد ما نشرتو بالمنديل بالطريقة اللي قدمت لكم ودرتو خليتو في بارد. دائما كنديرو في بارد كنحطو فيه الدوز باش كنديرو في الفرن هو بارد كنحطو فيه الدوز كتقلى حتى كياخد 2 دقيقة كنحيد. خليتو يصحبر غنبقى دايما كنخليو الصفار ديال اللون الذهبي صار كيكون صافي. خليتو حتى برد مزيان نقدر نبدا دابا غادي نحرمشو. هو بعد ما حرمشتو معلقة السريدة غير على حسب هي الموزعة. غادي يولي ما نقدروش غادي يجي مزيان. احنا كنديرو غير قطرات ديال المطعم. نعم ندير عيني مزيان ما عرفتش واش غندير دائما كنغطي على مرضي عرقة يعني انا باقا عندي الى هو بعد ما جينا كنطريق بحال هكا انا باقا عندي السلام يعني كنعمرو راسو بالشعر يجي هو هذا ميجيناش مع السلك صايره. بعد ما وجدنا الدجاج ديالنا الفلوس هنايا عندي 6 لا عندي شوية سكر شوية قرفة ورقة مثلا نقول لكم بالنسبة ملي كنكونو نبغيو نديرو واحد 3 فصيلات ولا 4 فصيلات باش كيجيونا مقادين. أول حاجة كنشدو كنعبرو قبل ما نبداو كنعبرو. مثلا غنديرو 4 فصيلات كنعبرو كل فصيلة هاد الشباني كنعبرو الدجاج بوحدو ونعبرو ثاني اللوز بوحدو باش كيجيونا مقادين. هي كنخدمو بها. أنا كنفكر نخدم في الصينيات اللي عندي هذه خاصة باش كنطيب التحضيرة غير كنحركوها كتجينا ساهلة نقلبوها في التفصيل. بينما دوك اللي كيكونوا عندهم عاليين كتجي شوية صعيبة تقدر تهرس لك الفصيلة ولا شي حاجة. كنهضر مع بالنسبة للمبتدئات. أما تبارك الله المعلمات راه كتجي ساهلة. دابا أنا بغيت نديرها بكذا باش تعرفوا الطريقة راه ساهلة جدا. كنديرو الطاوة ديالنا مزيان لا عندي دايرة فيها كنخدم عفان أنا
برا. كرملوها أكثر من هذا الشيء يعني ممكن ما تفرقش يبان لك هذا الشيء ماشي مشكل. ناخذوا القديس ديالنا انا الكيس ديالنا هنا الشيء ما كنتوسطوش بزاف لاننا كنديروا له من تحت باش نرشيد الزبده عاود غنزيد نرشي الزبده هكا صافي يكفي بلا ما نزيدو نسقوه بزاف عفوا نسقوه بزاف بالماء زهر وداك الشيء غادي يجينا غيجينا معجن وفي ورقه. نبداو نطيبو هاد الطريقه عفوا الورقه ندير عاود هاد الورقه من فوق كنوليو نقلبو على هاد الورقه هادي نقلبو كاملين. كاينه اللي كيقول لك البنات الا كديروا بسطيله كنبغيو نديروها دائريه كتجينا مستطيله ما كتجيناش مقاده. انا نوريكم طريقه سهله جدا باش تكون شي بسطيله دائريه لا بغاها الشكل اللي بغيتي غادي تجي دائريه تديري معايا. نقلبوا هاد الورقات كاملين بانسه كاملين كنقلبوهم ها كمان نقلبوا هاد الوراق كامل كتبقى دابا كيولي عندنا شكل مربع كيولي عندنا هاد القلب هاد القنيت حتى هو ياك كيولي عندنا هاد القنيت. قبل ما نقصوا شي حاجه غادي نشدو بيد الطبيب غادي نديرو ما بين الوريقات هاد ما بين هاد الوريقات هنايا انا ندير بيدي يدينا مغسولين غادي نمشي حتى ممكن شوفوا بان البسطيله عندي مربعه
اول حاجه كنشدوها بالقنت هذا، القنت اللي كيظهر لكم كنشدوه كنقلبوه بحال هكا، كنقلبوه لتحت، كنعاودو قنت الاخر حتى هو كنقلبو، كنهزو البسطيله شويه يعني ما تخافوش راه ما يبقى لك شي حاجه، كندورو هاد ثاني هاد القنيت هذا كنهزو البسطيله ونشدو ما نغيروش البسطيله ديال عاود قلنا هاد القنت الرابع غادي نهزو البسطيله ديالنا ها هي ولات دائريه. انا ما كنزيدش الوراق من فوق، اللي بغى يزيد الوراق من فوق يزيد، انا فضلت نخليها هكا بلا ما نزيد فيها الورقات من فوق. واحد ملاحظه بغيت نقول لكم البنات، البسطيله خليوها تنشف بحال دابا حطيتوها هنا، خليوها تقروش على خاطرها كاع ما تخافوا، تقروش مزيان، كل ما تقروشات زوينه البسطيله. اللي بغى يزيد الورقات من فوق يزيد، انا فضلت نخليها غير بحال هكا، ما غاديش نزيد فيها الورقات. حاجه اخرى ملي غادا تنشف لينا البسطيله ديالنا مزيان، مثلا خليتيها حتى نشفات، شعلي الفران، شعلي حتى يكون مزيان، ونقصيه منه خليه بحال الشميعه، تقضيها قبل ما تدخلي البسطيله ديالك، تدي واحد القطيب ديال الشوا ولا هذا وتقبي به البسطيله ديالك وتدخليها الفران، الفران يكون مهيل، انتي كطيبيها وانتي كتدغريها كما تشوف باش تعرفي البسطيله ديالك طابت، تطلع لك الحموريه من هنا، البسطيله ديالك تبقى كتحمر من الجناب، كتبقى تحمر من الجناب تعرفي البسطيله ديالك راه طابت. عاد كنهبطوها لتحت وكنحضيو معاها لانها دغيا، انا ما كنديرلهاش البيض، حيت البيض الا درنا لها البيض الصرت البيض دغيا تحمر، كتبان لك راه طاب هي راه مازال ما طايب. كنتمنى تكونوا فهمتوني. دابا كنشد الزبده اللي شاطت ليا كامله كنفويها ليه، دابا انا نخليها حتى تنشف عليها هاد الزبده، دابا الحال بارد دغيا عطات وغادي ندخلها نفرها. هي الملاحظه اللي عندي، نتمنى تتبعوا معايا حتى نكملوا البسطيله ديالنا في الاخر. البسطيله ديالنا ها هي بعد ما وجدات كتجينا ساهله كنحرقوها باش كنقدروا البسطيله ديالنا ها هي بعد ما وجدات كنديروا شويه سكر كلاصي في شي صاير رقيق باش كيهود لنا الرقيق، اولا كندهنوها بالعسل وكنديروا لها اللوز بكيلي بعد ما كنكونوا حمرناها واحد شويه في الفران ديالنا. ها هي بعد ما كملناها بالزين، نتمنى نجربوها لانها كتجي رائعه ورائعه طايبه من الداخل، ونتمنى تجربوها. ولا عجبتكم البسطيله ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه. بالصحه والراحه. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.